بصوا بقى جمال السلايم، جماله الحلاوة دي هنوفر كتير وهنعمله في البيت، ولا هنشتريه من بره، ولا هندفع فلوس كتير لأولادنا. طبعا احنا أولادنا كلهم مضيعين فلوسنا ايه على على السلايم. احنا هنعمله في البيت وبمكونات كلها من البيت عندي، مش هنشتري حاجة من بره. تمام. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا معايا في القناه وتحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم عشان بيرفع من فيديوهاتي جدا، فضلا وليس امر. انا النهارده بقى ايه، طبعا قلت إيه لازم اجيلكم بفيديو حلو كده، عشان انا بقالي كام يوم مش بصور، معلش والله تعبانه شويه. ادعولي ربنا يشفيني. المهم، قلت ايه، لقيت ولادي ما شاء الله يعني ايه كل شويه هاتي يا ماما نجيب سلايم، هاتي يا ماما نجيب سلايم. قلت طب ما انا هفكر واعمله في البيت احسن واوفر، وانا ضامنه الحاجه اللي هتعملها، وما شاء الله هتعمل لي كميه حلوه قوي. بصوا اللي معايا هنا ايه، معايا كوبايتين نشا، ومعايا ربع كوبايه بلسم، وربع كوبايه شامبو. لو انتي عايزه تعمليها بكوبايه نشا تمام برضو، ما شاء الله تعمل لك كميه حلوه، بس انا عملت كميه كبيره لولادي. بصوا هنجيب بقى العلبه الاول، وهنجيب الكوبايتين النشا، هنحطهم في قلب العلبة. اهم حاجة بصوا بقى، هتقولي انتي لابسة الجوانتي ده ليه؟ عشان انا اللون ما يطبعش في ايدي. تمام، هو مش هيطبع في، يعني لما تعمليه مع بعض وكده مش هيطبع في الايد، لكن لو انا عجنته بقلب بايدي هيطبع في الايد، فانا قلت ايه لا برضو امان وكده. بصوا هقول لكم حاجه حلوه، ما تنسوش تقروا عن فوائد الصنصال للاطفال، حلو جدا، بينمي مهاراتهم وبينمي الذكاء، بيخلي الطفل ذكي. يعني بيخليه يفكر كويس يعمل ايه في اللي هو في اللعبه اللي قدامه او في السلايم اللي قدامه. وليه فوائد كتير جدا جدا، اقروا عنها وما تنسوش. بصوا انا هنا حطيت ربع كوبايه البلسم، وحطيت ربع كوبايه الشامبو، بس انا سبت معلقتين بلسم على جنب. المفروض انا قلت لكم الخلطه دي، الوصفه دي يعني عموما بالبلسم بس. بس انا ما كانش متوفر عندي بلسم زياده، فانا حطيت من عندي ايه، معلقتين شامبو. بصوا هنحط نص معلقه ملح، عشان الملح ده هو اللي بيخلي العجينه تتماسك، يعني البلسم يتماسك مع النشا، وبيعملوا عجينه مطاطيه كده، زي السلايم زي السلايم اللي بنشتريه بالظبط. انت عايزه تعمليه بالدقيق، ده بتبقى وصفه تاني غير البلسم ده. تمام، ما تعملوهاش بدقيق، خلوها بالنشا زي ما هي كده عشان تطلع ناجحه معاكي. المهم هنقلب الوصفه كويس، هنقلب البلسم مع الملح كويس قوي. اهم حاجه تدمجي المكونات مع بعض، يعني ما تقلبيش كتير، يعني هي مش محتاجه تقليبه. وده اللون الزعفران اللي انا كنت بقول لكم عليه، كنت بحط له الرز البسمتي، هنحط نص معلقه برضو منه، مش اكتر ولا اقل، نص معلقه. انا بقى هنا بستخدمه للرز البسمتي، فانا كان متوفر عندي. لو انتي بقى عايزه تجيبي الوان من العطار تمام، هاتي الوان من العطار، باودر بقى او الوان ميه اللي انتي عايزاه اعمليه. بس انا قلت الحاجات المتوفره عندي يعني انا هعمل بيها. برضو لو عايزه تعملي بكوبايه نشا واحده وربع كوبايه بلسم هتبقى جميله، مش هتخسر معاكي. اللي عندك اعملي بيه، حتى لو قطعة صغيرة قد كده، بس انت فرحتي ايه، فرحتي ولادك، فرحتي ابنك، فرحتي بنتك. بس ادي الفكرة والله. ربنا يخليهم لكم يا رب، ويخلي لي اولادي ويخلي لاولادنا جميعا. اهم حاجة نقلب كويس المكونات مع بعضيها، معلش هي بس هتلاقيها متماسكة في الاول كده، بس ايه، بس بس هتلين معاكي بعدين مع التقليب. بصوا بقى لانت ازاي، انا بقى زودت لها ايه، معلقه نشا. يعني بصوا انتوا هتزودوا لها معلقه معلقه، لو انتوا خفيف يعني لقيتوها خفيفه كده هتزودوا لها معلقه معلقه على حسب القوام اللي انتوا عايزينه. بصوا انا مش عايزاها طبعا كده عشان ما تلزقش في ايد ولادي، فانا قلت لازم ايه اخففها لكم، اتقلها لكم شويه. هنتقل بنشا، ولو لقيتيها تقيله معاكي هتخففي بايه، بمعلقه بلسم. هنمشيها مع بعضينا كده لغايه العجينه ما تتماسك. هتعرفي منين بقى ان العجينه نجحت؟ هتشوفي هنا دلوقتي
هتعرفي منين؟ لما تلاقيها عجينه مطاطيه كده. اهم حاجه افضلي عجيني فيها كويس، ما تخافيش هي مش هتطرى، لا ده انت بتعجني النشا مع البلسم كويس قوي قوي. بصوا ما شاء الله عليها هتطلع زي العسل، هتشوفوها اهو. منها فرحتي اولادك ومنها حاجه من البيت عملتها لهم، ولا هنشتري ولا اي حاجه. بصوا بقى انا زودت ايه 3 معالق نشا وعجنتها كويس قوي قوي، خلاص لمت معايا. هي بس لازقه في قلب العلبه اللي هي فيها كده، عشان انا العلبه دي اللي بعجن فيها اصلا، فاهميني؟ فطبيعي ان هي بتبقى لازقه في قلب العلبه. بس انا لما انقلها دلوقتي هتشوفوها العجينه مطاطيه ازاي، وما شاء الله هقسمها الكور ومش هتلزق في ايدي. بس كده انا لقيتها كويسه اهي بتمط معايا، اهم حاجه. بس خلاص هنقلها بقى في صينيه. وبعد ما انقلها في صينيه هقوم ايه مكوراها على حسب ما انت عايزه. اتمنى من كل قلبي لو عجبك الفيديو تحطي لي اللايك الجميل بتاعك، وتعملي لي اشتراك في القناه. انا والله بحاول ربنا اللي يعلم ابسطكم باي طريقه، وبرده نبسط اولادنا وكده. بصوا هي بتتمط ازاي. يلا اشوفكم على خير يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتكتبوا لي ده تعليق حلو اتمنى، وما تنسونيش في اللايك بتاعكم. بس بصوا بقى انا بدوس عليها ازاي، لقيتها مش بتمط اهي، ومش بتلزق في ايدي. اهم حاجه ما تلزقش في ايدي. بس هي كده الوصفه ناجحه ما شاء الله وزي الفل. يلا اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك واللايك، ومع السلامه.